السلام عليكم، أهلا بيكم في الدرس رقم 13 من دبلومة كانفا بالعربي. والنهاردة هنشرح مع بعض إزاي نعمل البادج لوجوز أو بالعربي البادجات. والنوعية دي من اللوجوهات بنستخدمها مع البيزنس اللي بيكون ليه ستيكر أو ليه برينت بتطبع على اليونيفورم بتاعه، أو أي بيزنس ليه منتجات في السوق وعايز يطبع اللوجو بتاعه على الباكجينج. اللوجو ده كلاسيكي وأنا بحب الستايل ده جدا، وهنتعلم إزاي نعمل اللوجوهين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول من الصفر. المطلوب منك إنك تحفظ التكوين بتاعه، تحفظ الأسس بتاعته، وكل الفونتات اللي أنا استخدمتها هنا هي فونتات إحنا شرحناها قبل كده في دروس سابقة، فلو أنت مش عارفها لازم ترجع للدروس دي عشان تعرف إزاي تستخدمها صح. ولو أنت عايز تتعلم كانفا أكتر لازم تنضم لجروب التليجرام اللي موجود في صندوق الوصف تحت. الجروب ده عليه 2800 طالب وهيفضل مجاني لحد ما يكتمل العدد ل 5000 طالب. ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. واول حاجه هنعملها كالعاده ان انت هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ديزاين، وبعد كده هتختار من هنا لوجو، وهنبني اللوجوهات بتاعتنا من الصفر. واول لوجو هنبتدي بيه هو لوجو المزرعه، والمزرعه هنا بتبيع منتجات زي الحليب زي العيش زي الجبنات، والحاجات دي بيطبع عليها البادج بتاعهم. وتكوين اللوجو هيكون عن طريق الاليمنتس. فيلا بينا نبتدي نشوف هنكون اللوجو بتاعنا ازاي. المزرعه اسمها جرين هارفست. اول حاجه هنعملها ان احنا هنضغط على اليمنتس، بعد كده في السيرش هتكتب سيركل، بعد كده هتيجي على جزء الجرافيكس وهتعمل سي اول. هيظهر لك دوائر كتير، احنا بندور على دايره لها بوردر رفيع ودايره لها بوردر اتخن شويه. بالنسبه للدايره اللي لها بوردر رفيع هستخدم الدايره دي، فهضغط عليها وهتجيلي في التمبلت، وبعد ما ضغطت عليها جات لي في التمبلت زي ما انتم شايفين. وبعد كده هاخد نسخه من الدايره دي وهكبرها شويه. فكل اللي انت هتعمله هتعمل كنترول سي، بعد كده تعمل كنترول في، هتلاقي ان في نسخه جت عندك، هتروح جاي واخد النسخه دي حاططها فوق القديمه وماسك الت شيفت ومكبر الدايره دي شويه. وبكده انا خلصت استخدام الدايره اللي البوردر بتاعها رفيع اللي هي دي. هدور على دايره تانية يكون البوردر بتاعها اتخن شويه من الدايره دي، فهدور هنا في الاليمنتس عندي لحد ما الاقي دايره تنفع للكلام ده. وفي الحاله دي اخترت الدايره دي، والدوائر دي كلها مجانيه فتقدروا تستخدموها ورا مني. فكل اللي عليا ان انا هضغط على الدايره دي عشان تجي لي جوه التمبلت، وبعد ما ضغطت على الدايره جت لي جوه التمبلت فبوسطنها، ببتدي ان انا اكبرها بحيث ان هي تبقى قريبه شويه من الدايره اللي بره. وبكده انا عملت الشكل اللي في الخلفيه عندي خاص باللوجو ده. بعد كده المطلوب منك انك تفضي مساحه مستطيله هنا في الريكتانجل عشان تكتب اسم البراند بتاعتك عدل. هتكتب هنا ريكتانجل مكان سيركل، وهندور على ريكتانجل خلفيته بيضه زي ده علشان نغطي بيه المكان بتاعنا اللي هنكتب فيه اسم البراند. وبكده لو انا بصيت انا فضيت مكان هنا، وبعد كده هبتدي ان انا اكتب النص بتاع اللوجو بتاعي. والبراند هنا اسمها جرين هارفست ودي مزرعه. فهتيجي هنا على التكست تول تضغط عليها، بعد كده هتعمل اد هيدنج، وهتخلي المقاس بتاع الفونت بتاعك 33، وهنستخدم هنا فونت احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو ريبك. هتلاقي الفونت بتاعك ظهر موجود هنا تحت، فهتبتدي ان انت تخليه بولد. بعد كده هتخلي كل الحروف بتاعتك كابيتال، بعد كده هتكتب اسم البراند بتاعتك اللي هو جرين هارفست. وبكده انا كتبت اسم البراند بتاعي. هوسطنه. الوسطنة يا جماعة لما بنزل شايفين الرولر كده، أنا وسطنته مع التمبلت ومع المستطيل، ولأني موسطن كل حاجة فأنا متأكد إن كل حاجة في النص. وبعدها هاخد نسخة تحت هنا وهخلي مقاسها صغير شوية زي 9، وهخلي الفونت ويت بتاعها من هنا هتضغط على السهم هتخليه لايت أو ريجولر. بالنسبة لي أفضل الريجولر، وهكتب established 2024. أخش زوم إن شوية وهنزل ده شوية، وهخلي هنا في letter spacing محترم زي ما انتم شايفين كده. كده أنا كتبت اللوجو، كتبت إمتى المزرعة دي فتحت. وهاخد هنا نسخة من ال established وهخليها نكتب فيها خالد فاميلي على أساس إن أنا أسرتي هي اللي فاتحة المزرعة دي. وهخلي هنا الفونت ويت بتاعها ميديوم. فاضل هنا إن أنا محتاج أعمل خط، وممكن كمان مسموح لك تستخدم عنصر صغير هنا وعنصر هنا، ولكن أنا ما بحبش أستخدمهم عشان ما أخليش الموضوع زحمة. وهنا هخلي الفونت بتاعي مقاسه 10 عشان تبقى الكلمة دي أتقل شوية من الكلمة دي. وبعد ما كتبت النص بتاعي عايز أحط خط تحت established 2024، فهتروح للإليمنتس وهتدور في الشيبس على اللاينز عندك فري تقدر تستخدمها، فهتضغط على اللاين ده وهتبتدي ان انت تحركه تحت شوية. هتقول لي بتحرك ازاي من غير الماوس؟ بحرك بالسهم لتحت في الكيبورد. هتبتدي ان انت تخلي اللاين بتاعك ارفع ما يكون وهو واحد، بعد كده تمسك الت وشيفت وتصغر من الناحيتين زي ما انت شايف بالشكل ده. بعد كده هتقرب هنا وهتبتدي انك بعد كده هتقرب هنا
وتبتدي إن أنت تخلّي الopacity بتاعتك 50% زي ما أنت شايف كده. وبالتالي أنا كده خلّصت النص اللي داخل اللوجو، عايز هنا أحط السلوجان بتاعي فوق وتحت، وعلشان آخد السلوجان بتاعي فهاخد نسخة من خالد فاميلي، وهابتدي إن أنا أعمل لها effect وهانزل تحت هاضغط على الcurve، بعد كده هاعمل الcurving بتاعي 28 هيكون مناسب جدًا. هتقول لي بتضبطها إزاي؟ شايف كده؟ شايف كده مش دايرة كاملة، فهتبتدي إنك تخش zoom شوية عشان الحساسية تلقط مضبوط، لغاية ما تلاقي إن أنت بتعمل الدايرة بتاعتك كاملة زي ما أنت شايف كده الدايرة مضبوطة 29. وبعد كده هاكتب السلوجان بتاعي فوق copy paste growing freshness، وهاخد نفس اللي أنا عملته فوق، همسك alt وهمسك shift مع بعض وهنزل اللي أنا عملته. طب وبعدين يا عم أنت كده الدايرة مقلوبة غلط، كل اللي عليك هتضغط على effects تاني وتيجي هنا تحط negative sign قبل ال 29، هتلاقيها قلبت عادي خالص. تظبطها علشان اتأكد إن شايف كده لما بحركها الخط ده يكون معدي في نص الكلمة اللي فوق، فيبقوا هم على نفس المحور بتاع الدايرة عشان يبقى الكلام بتاعك ظابط. وهاجي هنا تحت أقوم كاتب بقية السلوجان بتاعي harvested with care بالشكل اللي انت شايفه ده. كده أنا خلصت كل الكلام. مطلوب مني أحط دايرة هنا ودايرة هنا عشان أحاول أكسر الفراغات دي بشكل ما. فكل اللي عليك إن انت هتروح تاني للإليمنتس وهتدور في الشيبس، هتروح ضاغط على سي أول، بعد كده تضغط على السيركل هنا، هناخدها فوق شوية عشان نعرف نتحكم فيها، هنخلي لونها اسود وهنبتدي ان احنا نصغرها شوية بالشكل اللي انت شايفه. هنخش زوم ان عشان نصغرها اكتر، بعد كده نمسكها نصغرها كمان حاجة بسيطة اكبر سنة. الحجم ده مناسب جدا. هبتدي ان انا اوسطنها بعيني كده زي ما انت شايف، بعد كده اخد منها نسخة Alt Shift زي ما اتفقنا واحركها الناحية التانية كده. الجزء اللي فوق بقى زي الفل. هعمل زوم ان تاني واخد منها نسخة، اخد اهو زوم ان، اخدت كده نسخة، اطلع زوم اوت واتحرك تحت شوية وابتدي احرك النسخة بتاعتي شوية تحت، دايرة صغيرة امسكها كده ابتدي احركها بالشكل اللي انت شايفه بحيث انها تكون على مسافة كويسة من الكلام. ونفس الكلام هنا هاخد Alt Shift وامسك نسخة تانية احركها واخدها الناحية التانية، وبكده انا اللوجو بتاعي يبقى خلص وعملناه مع بعض من الزيرو from scratch. عشان تطلع اللوجو بتاعك هفكركم تاني، هتضغط على شيفت وهتعمل داونلود. في الاوبشنز بتاعتك لو انت بتسلمه كهاند اوفر للمسابقة لازم تختار اوبشن الاس في جي. لو انت عايز تحطه في موك اب فهتختار بي ان جي. هتجيب المقاس بتاعك على الماكس. اتأكد دايما ان انت على الترانسبيرنت باك جراوند لانك ما ينفعش تعمل موك اب لحاجة لها باك جراوند، وبعد كده بتنزله على الجهاز عندك. ويلا بينا نعمل تاني لوجو وهو خاص بنادي كامبينج او نادي تخييم. هنعمل بيج جديدة وهننزل وهنلون البيج دي باللون الاسود. وبعد ما لونت البيج باللون الاسود هعمل باك هنا في الاليمنتس، هتخش تاني في الاليمنتس وهتضغط على السيرش وتكتب بادج، وبعد ما كتبت بادج هتيجي في الجرافيكس تعمل سي اول، وبعد كده هتنزل تدور معايا على شكل ينفع ان احنا نستخدمه كبادج لنادي تخييم. والشكل اللي احنا بندور عليه هو شكل الهكسجون. الهكسجون اللي هو السداسي الاضلاع، وفي الحالة بتاعتنا هستخدم الشكل ده، والشكل ده مجاني تقدروا كلكم تستخدموه. فهضغط عليه وهيجي لي في التمبلت هنا. طبعا الشكل ليه خلفية لونها احمر وبوردر لونه اصفر، ومش ده اللي انا عايز استخدمه. انا عايزه فاضي من جوه وعايز البوردر يكون لونه ابيض. فبظبط الهكسجون بتاعي، بعد كده بعمل نفس اللي انا عملته بالظبط فوق، ان انا سبت هنا فراغ اكتب فيه الكلمة، وبالتالي عادي خالص ممكن ناخد نفس الريكتانجل اللي احنا استخدمناه. وهنا انا هقدر ان انا اروح لإليمنتس هتلاقي recently used فهتضغط على see all، تقدر انك تاخد نفس العناصر. ممكن في الحالة دي اخد الريكتانجل الاسود والون هنا الريكتانجل بتاعي اخلي لونه اسود بحيث ان انا اعمل فراغ مناسب اكتب فيه اسم البراند بتاعي. وعشان اكتب اسم البراند هنروح على التكست تول بتاعتنا ونعمل اد هيدنج، وبعد كده هختار الفونت بتاعي وهو فونت برضو اتكلمنا عليه. وبعد ما اخترت الفونت بتاعي هعمل كل الحروف كابيتال، وبعد كده هكتب اسم البراند اللي هو اوتلاندرز. واوتلاندرز انا عايز الونها باللون الاصفر اللي هو الجملي اللي هو قريب من الدرجه دي، فهختار الدرجه دي. بعد كده اروح للكالر ويل ابتدي ان انا العب فيه شويه، ممكن اختار الدرجه دي كويسه جدا. بعد ما كتبت الاسم هنا عايز اكتب established امتى، وعايز احط السلوجن بتاعي. السلوجن هكتبه بفونت اللي هو روبيك او بوبنز. في الحاله بتاعتنا هستخدم روبيك علشان ده اللي انا استخدمته في الدرس علشان نبقى كلامنا واحد.
فهاجي هنا واكتب روبيك، هتلاقي الفونت عندك موجود تحت هنا، هتختار درجة الريجولر وهتخلي مقاسه مثلا حدود 8. الكلمة صغرت، فهنبتدي إن إحنا نعمل زوم إن وهنكتب established 2005 مثلا، وهنخلي فيه letter spacing مناسب بالشكل اللي أنت شايفه ده. وبعد كده هغير لون الكلمة هنا إن أنا هخليه اللون الأبيض. بعد كده هاخد نسخة أحطها فوق هنا علشان أكتب السلوجان بتاعي اللي هو build memories بالشكل اللي انت شايفه ده. الخطة كالتالي: عايز هنا استخدم رمز للتخييم وهو الجبال، وعايز تحت استخدم رمز الشجرة وهو برضو رمز دارج جدا للتخييم. فهنرجع تاني للإليمنتس وهندور المرة دي على كلمة mountains، وهتيجي عند الجرافيكس وهتعمل سي اول، وهنفضل نسكرول تحت لحد ما نلاقي العنصر المناسب اللي نقدر نستخدمه، ولازم يكون مجاني عشان كل الناس تقدر تستخدمه معايا. وانا اخترت العنصر ده مع ان في عناصر تانية مدفوعة هيبقى شكلها احلى، ولكن ده عنصر هيكون مناسب عشان كل الناس تعرف تطبق ورايا. فهضغط عليه وهيجي لي جوه التمبلت زي ما انتم شايفين جالي. وحاول ان انت لما تختار عنصر تكون الضلوع بتاعته شبه ماشية مع الشكل بتاعك بالشكل ده. يعني لو انت لاحظت شكل الجبل هنا لايق كويس جدا مع شكل الهكسجون، وكل المطلوب منك ان انت هتحتاج انك تلونه. فهتيجي هنا عند الكالر ويل وهتعمل نفس لون اوتلاندر بالظبط. هنصغر شوية الايكون بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنخلي بيلد ميموريز شوية فيها مسافة هنا، نفس الكلام هنا هنقربها شوية. وبكده ده هيكون الشكل اللي وصلنا له فوق. علشان ندور على الشجر هنيجي هنا نكتب trees، وبرضه هندور على عنصر مجاني عشان نستخدمه كلنا مع بعض. وبعد ما عملت سكرول داون حبة حلوين لقيت العنصر ده جميل جدا نقدر نستخدمه، فاضغط عليه وهيجي لي جوه التمبلت. طبعا لونه اسود فمش هنقدر نشوفه، هنخلي لونه كده. وتاكد ان انت تاخده كنترول اكس كنترول في عشان تطلعه قدام المحتوى تعرف تتحكم فيه بسهولة. هنصغره كمان شوية زي ما انتم شايفين، وناخده تحت شوية علشان برضو راعي ان الزاوية بتاعته تكون ماشية مع زاوية البوليجون عشان يبقى شكله احسن حاجة. وبالتالي ده الشكل اللي قدرنا نوصل له. ممكن تنزل السلوجن تحت شوية بالشكل اللي انت شايفه، تنزل الكلمة حاجة بسيطة، ويبقى الشكل النهائي بتاعك هو اللي انت شايفه قدامك ده. وده بادج لنادي تخييم ولوجو كويس جدا ليهم. ولو عايز تتعلم تصمم اللوجوهات دي لازم تمشي ورايا خطوة بخطوة، ولازم تطبق بإيدك كتير. الحاجات ممكن تبان سهلة لما أنا بعملها قدامكم، ولكن التطبيق الموضوع بيختلف. فلو انت عايز تتدرب وتتمرن ازاي تشتغل لوجوهات وتيشيرتات وجرافيكس على كانفا، لازم تنضم لجروب التليجرام علشان تطبق التدريبات اللي انا بديها لك، وابتدي اديلك فيدباك فمستواك يتحسن اكتر بكتير. ولو انت مهتم بالمحتوى ده يا ريت تتابعني وتعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرك يستفيد. اتمنى كلكم تكونوا استفدتم من الدرس ده، واشوفكم في دروس جاية كتير.